الطري اللي انا وريته لكم في الاول. تمام. طفيت عليه وجبت ربع معلقه من البيكربوناتو اللي هي بيكنج صودا، دي بتخليه هش جدا جدا وبتخليه حلو قوي. هبدا اقلبهم واروح منزلاهم على السمسم بالطريقه دي. عايزه اقول لكم الصاج اللي انا هحط فيه السمسم مدهون زيت، المعلقه دي اللي في الحله مدهونه زيت، الادوات اللي انا هستخدمها كلها مدهونه زيت، حتى السكينه اللي انا هقطع بيها تكون مدهونه برضو من الزيت علشان ما يلزقش معاكي. عايزه اقولك بقى سرعي ايدك في الحته دي، اول ما تحطي السيرب تروحي حاطه على طول بسرعه بسرعه بسرعه. وزي ما قلت لكم اهو الصاج، وانا فرشه كيس من اكياس السندوتشات ودهناه زيت، وببدا اجيب الجزء التاني واضغط كده كويس قوي بسكرابر، او تحط الكيس الجزء التاني على الجزء الاولاني وتضغطي جامد، وتجيبي السكينه بتاعتك وتبداي تقطعي الحجم اللي انت عايزاه، وهتسيبيها حوالي ربع ساعه كده او نص ساعه لحد ما المكونات بتاعتك تنشف وتتجانس. هنا بقى برضو بدأت اعمل الفولية. حطيت الفول في الميكروويف، سخنته كده في طبق لان هو متحمص فما كانش محتاج. عملت نفس الخطوات برضو وريتها لكم، وبعدين ضفت الفول وبدأت اقلب بسرعة بسرعة على السيرب، واحط في الصاج اللي مدهون زيت او ورقة كده مدهونة زيت، وابدأ ان انا اضغط اساوي السوداني بتاعي كله علشان